السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المتابعين، أهلا بكم في فيديو جديد من تغطيتنا لعملية إنشاء استاد الجيش المصري بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي في الفيديو، بعد وصول أكتر من 40,000 كرسي اللي في الملعب، بدأ التركيب فيهم من أول ما وصلت الكراسي، وزي ما احنا شايفين دلوقتي بانت تركيب الكراسي بشكل أكبر، وقربنا ننتهي من الدور الأول للملعب بالكامل. إن شاء الله بإذن الله العمليات تركيب الكراسي هتستمر الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. أما بالنسبة للملعب زي ما احنا شايفين، فكان تم تمشيط الملعب وتسوية الليفل بتاعه أو المنسوب بتاعه، بحيث إن هو يبقى الليفل بتاعه ليفل واحد، وتم التمشيط علشان يبقى متساوي. اما بالنسبه للاعمال اللي خاصه التراك زي ما احنا شايفين دلوقتي، بيتم حاليا انشاء او تركيب جريلية صرف المطر للجريلية الخارجيه. طبعا الملعب في نظام الصرف المطر بتاعه عباره عن جريليتين، جريلية في خارج الملعب وجريلية تانية جوه الملعب. الجريلية الخارجيه بتكون جنب المدرجات على طول، اما الجريلية الداخليه هتكون بجوار الملعب او بعد النجيلة على طول، ودي جريليا هتكون مستوردة من الخارج. اما الجريليا الخارجية هتكون جريليا تصنيع محلي بس بجودة عالية. حاليا احنا بيتم تقطيع الاتنين، وبيتم تركيب الجريليا الخارجية. ومن ضمن اعمال التراك اللي هتكون موجودة في الفترة اللي جاية ان شاء الله هي عملية الحفر وصب الخرسانات لقواعد الالعاب الاولمبية اللي هتكون موجودة، سواء في الجزء الشمالي من الملعب او الجزء الجنوبي، او حتى في بقية التراك في الملعب. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم بشكل تفصيلي اكتر عن الالعاب وتفاصيلها ايه بالظبط وطرق انشائها، وان شاء الله باذن الله هيكون فيديوهات فيها متابعة اكتر. ونأسف على التأخير عليكم في الفيديوهات. شكرا لكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.